يا جدعان يعني ايه فرخ لوح بشويه الوان يعملوا 700 مليون دولار؟ القصه بدات منين؟ بص يا سيدي، المعلم ليوناردو دافنشي كان قاعد سنه 1503 وقرر يرسم فلاحه بنظرات مريبه. بصراحه هو كان عبقري بس مش واخد حقه. طب ليه الرسمه دي مشهوره الشهره دي كلها مع ان في وقتها كانت حلوه ومميزه بس مش رقم واحد يعني؟ بس فجاه اول ما نابليون بونابرت خدها وحطها في اوضته، ده بقى في حد ذاته ادى للرسمه قيمه كبيره جدا. نطلع بالزمن خطوه لقدام، سنه 1911 الموناليزا اتسرقت من متحف اللوفر والدنيا اتقلبت وصورتها بقت في كل الجرايد، اتفضحت يعني، والناس كلها بتدور عليها لمده سنتين قدام ولا كانهم بيدوروا على كنز النمرود. حتى الناس بقت تروح المتحف عشان يتفرجوا على المكان اللي كانت معروضه فيه. كبر الموضوع لدرجه انهم شكوا في بابلو بيكاسو نفسه، هل يعني راجل فاضلهم قوي يعني. مرت السنين وظهرت اللوحه تاني وبقت اهم رسمه في العالم. قال 700 مليون دولار، قال ده احنا كده ما لنا اي لازمه.